في نوع من القنوات بيخطفك من أول دقيقة، مش عشان الإضاءة ولا المونتاج، لكن عشان بتحس إنك بتتفرج على حياتك قدامك. وده بالظبط اللي بيحصل في قناة وليد ورضوى. قناة شكلها بسيط لكن جواها عالم كبير من القصص الواقعية، قصص بتحس إنها ممكن تكون قصة جارتك، صاحبتك، أو حتى أنت نفسك. كل فيديو حكاية، وكل حكاية فيها وجع وصدق وموقف بيخليك تقول ياه، ده أنا حصل معايا كده قبل كده. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كل اللي بنسمعه هناك حقيقي فعلا؟ ولا في شوية تمثيل عشان المشاهدات والترند؟ الناس اختلفت، في اللي شايف انهم بينقلوا واقع المجتمع بصراحة وشجاعة، وفي اللي شايف ان القصص متفبركة وما فيهاش صدق. لكن الحقيقة ان وليد ورضوى قدروا يعملوا حاجة محدش كتير قدر عليها، يخلوا الناس تسمع لبعض من خلال القصص سواء كانت حقيقية أو لأ. اللي بيهم إن الرسالة وصلت، وكل فيديو بيخلينا نسأل نفسنا لو كنت أنا مكانهم كنت هتصرف إزاي. إحنا مش دايما بندور على الحقيقة، أوقات بندور على الحكاية اللي تخلينا نحس إننا مش لوحدنا. الجميل في وليد ورضوى إنهم مش بيحكوا القصص كده وخلاص، كل قصة عندهم بتبدأ بهدوء، بصوت هادي وموسيقى بسيطة، لكن فجأة بتلاقي نفسك جوه الحدوتة، حاسس بوجع البطلة أو غضب البطل، وكأنك بتعيش الموقف معاهم لحظة بلحظة. وفي اللحظة اللي القصة بتقرب توصل للنهاية تبدأ التساؤلات، هو فعلا الناس ممكن توصل للدرجة دي من القسوة؟ ولا احنا اللي بقينا نصدق أي وجع على الشاشة عشان نطمن إن وجعنا مش لوحده؟ الناس بدأت تتكلم، في اللي بيدافع عنهم بكل قوة وبيقول القناة دي بتوعي الناس وبتفتح مواضيع محدش بيقرب منها، وفي اللي بيهاجم كفاية تمثيل باسم الواقع. بس الحقيقة اللي مش بيشوفها كتير إن القصص الواقعية مش دايما لازم تكون موثقة، أوقات بتكون مجرد مراية تعكس وجعنا، صمتنا، حكاياتنا اللي ما بنعرفش نحكيها. وليد ورضوى قدروا يعملوا اللي الكتير فشلوا فيه، خلوا القصص القديمة ترجع تتسمع، وخلوا الناس تفكر قبل ما تحكم. يمكن هما مش مجرد صانعين محتوى، يمكن هما صوت الناس اللي وجعها اتكتم. في زمن الترند قليل اللي بيحكي عشان يوصل الرسالة، وأقل اللي بيسمع عشان يفهمها.